السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم البنات جيتكم بوصفه جديده اللي هي وصفه الكوكا. راح تجيكم بزاف هايله، يعني ننصح كل وحده شافت هذا لا فيديو تسيها وعينيها مغمضين. راح تجيكم فيها واحد القرمشه ما شاء الله. دونك بلا ما نطول عليكم نروحوا ديريكتومون للمقادير وطريقه التحضير. وكما عودتكم قبل ما نبداو أي وصفة دايما نقولوا بسم الله، اللهم أصلح أنت المصلح. بور لي زانغريديون البنات، اول حاجه نحتاجوها هي لافارين. عندنا 600 غرام تاع لافارين، راح نحطوها في الجفنه ولا اللين اللي راح تعجنوا فيه. راح نضيف عليها البنات مغرفه سكر ومغرفه ملح. بالنسبه للبنات المغرفه ما تكونش الكبيره تاع لاصوب وما تكونش الصغيره كامل تاع القهوه، يعني تكون المتوسطه كما راكم تشوفوا في لا فيديو. هنايا البنات بالنسبه كيفاش تعبروا لافارين تقدروا ديروا هذا الكاس اللي استعملته انايا، فيه يعني كامل واش تحتاجوا فيه لو ري، فيه لو سكر، فيه الكاكاو، فيه لافارين، فيه العفايس الليكيد. يعني هذا الكاس انا عبرت به ويساعدني بالبزاف في الخدمه. هنايا البنات راح نزيد نضيف عليها 4 مغارف تاع زيت، 4 مغارف كبار تاع زيت، ما يعادل 40 غرام تاع زيت. ولي تحب البنات دير زيت زيتون تقدر دير زيت زيتون، مي انايا البنات كونطر يعني في لاباط فيلو تكون زيت زيتون. دونك يعني كلش يتماشى معليش مع زيت زيتون ابار لاباط فيلو، يعني ما تجيش بالزيت زيتون. وهاد العفسه البنات تقعد اختياريه، يعني نتوما واش راكم حايبين. هنا البنات مور ما ضفنا 4 مغارف كبار تاع زيت راح نضيف مغرفه كبيره تاع الخل ونخلطوا البنات لي زانغريديون تاعنا، يعني نبسوا هذيك لافارين مع هذاك الزيت تاعنا. نقعدوا يعني نخلطوا غير شويه ماشي بزاف، ونضيفوا الماء. بالنسبه للبنات الكميه تاع الماء ما نعطيكمش شحال بالضبط، لانه كل نوعيه تاع فارينه وكيفاش تشرب او لا، يعني ما نقدرش نقيدكم بالماء. يعني البنات قعدوا ضيفوا في الماء حتى تحصلوا على العجينه تاعكم تكون يعني متماسكه، ماشي يابسه وماشي طريه بالبزاف. راح نوريكم في الفيديو كيفاش تكون لا تيكستور تاع العجينه تاعكم. وهنايا البنات مور ما عجنت لاباط نتاعي كيما راكم تشوفوا تحصلت على هذه النتيجه، يعني تكون متماسكه العجينه تاعكم وطريه شويه ماشي بالبزاف، تقدروا تتحكموا فيها. وهنايا البنات راح نبدا نخدم في لاباط تاعي. كيما تقدروا البنات تخلوها تروبوزي شويه، اذا حبيتوا تروحوا تخدموا لاصوص تاع الكوكا تاعكم وتعاودوا تولوا ليها، ولكن انا البنات فضلت نكمل لاباط نتاعي على ضربه ونروح لاصوص تاع الكوكا. هنايا البنات راح نستخدم زبده التوريق. استخدمت هاد لا مارك صالحه، تقدروا تستخدموا اي ماركه متوفره عندكم. انا البنات استخدمت هذه صالحه، يعني من داري نخدم بها ووالفتها هذا ما كان. بالنسبه للبنات السعر تاع هاد الزبده تلقاوها من 15000 حتى ل 18500، كيما انا شيتها 18500. دونك هنا البنات راح نستخدم نصف الكميه برك. هنايا هاد الزبده فيها 500 غرام، انا راح نستخدم 250 غرام فقط. يعني البنات 600 غرام تاع فارينه راح تاخذ لكم 250 غرام تاع زبده التوريق. هنا البنات مور ما قسمت الزبده تاعي راح نبدا نفتح في لاباط نتاعي تري بيان، يعني على السمك يكون رقيق شويه هكذا باش تقدروا تطووها مليح. راح نوري لكم كيفاش حليتها انايا. وكي تكونوا البنات تفتحوا في لاباط نتاعكم استعملوا الفارينه هكذا باش ما تعيكمش بزاف لاباط، وتاني البنات ما تلصق لكمش في البلان دو طرافاي نتاعكم. دونك هنا البنات شوف شندير، شد البنات هذيك 250 غرام تاع زبده التوريق ونقعد نطرونشي فيها بهاد الطريقه كيما راكم تشوفوا، ونحطهم في العجينه تاعي. يعني الطريقه راهي واضحه في الفيديو كيما راكم تشوفوا، نقعد نستف فيهم كامل كيما هكذا. فوالا البنات. وهنايا البنات نطوي الجهه اللي على دروات نطويها على لاغوش، واللي على لاغوش نطويها على دروات. هنايا البنات راح نبداو نخدموا في لاباط فايتين تاعنا.
أول حاجة البنات نضمن باللي كامل لاباط نتاعي تغلقت في لي كوتي كامل باش ما تخرجليش هاذيك الزبدة، يعني نسويها تخي تخي بيان قبل ما نبدا نفتح فيها. الطريقة البنات بزاف سهلة وبزاف واضحة بإذن الله. هنايا مور ما كملت غلقتها راح نبدا نفتح فيها غير بيديا هكذا غير شوية باش تعاوني في الخدمة. كيما على بالكم أنا الزبدة تاعي كانت دايبة، يعني البنات لو كان ما جاتش الزبدة تاعي دايبة لاباط مش راح تمشي لي كيما هكذا في يدي. هنايا البنات مور ما فتحتها غير شوية بيدي راح نفتحها بالحلال بهذه الطريقة هكذا البنات باش نبدا في عملية الفيطاج نتاعي. وهنايا البنات كيما راكم تشوفوا فتحتها مليح لاباط نتاعي. راح نعاود نغلقها بنفس الطريقة الأولى، يعني عاودوا هاد الطريقة 5 خطرات البنات راح تشوفوا واحد النتيجة بزاف مرضية وبزاف هايلة، وراح تشوفوا الفيطاج كيفاش راح يكون في الكوكا تاعكم. هنايا مور ما غلقتها أنا قلت لكم هنايا في لا فيديو 4 فوا يعني درتها، راح نزيد نعاودها 4 فوا، يعني الأولانية اللي درت فيها الزبدة وراح نزيد دوكا 4 فوا، تسمى كلش 5 خطرات. وهنايا البنات مور ما كملت 5 خطرات نتاعي كيما راكم تشوفوا لاباط نتاعي راهي واجدة 100%. راح نقسمها لكم باش تشوفوا الفيطاج كيفاش راهو في لاباط نتاعي. هنايا البنات كي تقسموا لاباط نتاعكم وما يبانلكمش الفيطاج اعرفوا باللي ما خدمتوهاش مليح ولا ما على باليش وشنو. ليسونسيال لازم تلقاو هاد الخطوط كيما هكذا، راح نوري لكم كيفاش تلقاو الخطوط نتاعكم. هنايا البنات نروح مباشرة نحطها في ان بابي سيلوفان ونحطها في الكونجيلاتور هكذا باش تعطيني ريزولتا خير وخير. على بالكم باللي لو كان تخدموا بلاباط تاعكم مباشرة مش كيما تخدموا بها وهي خارجة من الكونجيلاتور. راح نفهمكم البنات علاش، باسكو كي تحطوا لاباط نتاعكم في الفريجيدير ولا الكونجيلاتور راح الزبدة هذيك ما بين طبقة وطبقة راح تكونجلا هكذا. كي تدخلوها للفور راح تفتح طبقة على طبقة، فهمتوا البنات؟ اما كي تخدموا بها مباشره الزبده هذيك مازالها دايبه باسكو راكم حليتوها في لاباط، مازالها راهي دايبه مع لاباط، دونك مش راح تكون نفس النتيجه. هنايا البنات مور ما كملت نخليها في الكونجيلاتور الوقت اللي حبيتو. كيما انا البنات فضلت انه نبدا بالعجينه تاعي هكذا باش نخليها تريح لو طون اللي راني نوجد في لاصوص نتاعي. دوكا مباشره نروحو نوجدو مع بعضنا لاصوص كيفاش راح تكون. أول حاجة البنات أنا كنت جبت المقلة تاعي ولا اون مارميت وين حبيتو تخدموا خدموا. أنا جبت المقلة هذه درت فيها شوية تاع زيت والكونتيتي اللي تحبوا تاع البصل تاعكم، يعني على حسب لا كونتيتي اللي راكم دايرينها من لاباط فايتي وعلى حسب لا كونتيتي اللي راكم حايبين تخدموا بها. أنا هنا البنات استخدمت حوالي 2 حبيبات متوسطين تاع البصل، يعني ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف. تقدروا البنات تقطعوهم بالموس نورمال، كيما أنا البنات ما قطعتهمش بالموس، استخدمت لا ماشين مانويل. كيما على بالكم لا ماشين مانويل بزاف تساعدكم، يعني تربحكم الوقت بالبزاف. وراح نزيد نضيف عليهم البنات 4 فصوص تاع الثوم اللي كنت سكرفشتهم، وبلا ما نساو البنات الملح. يعني الملح البنات نتوما عينكم ميزانكم، يعني على حسب الحاجة تاع البصل نتاعكم وعلى حسب لا كونتيتي تاني. دونك وراح نخليهم على نار قوية حتى يطلق لي هذاك البصل الماء تاعو كامل ويتبال تخي تخي بيان باش نروحوا ليطاب نيميرو 2. وهنايا البنات كيما راكم تشوفوا البصل نتاعنا طلق الماء تاعو كامل وبدا يدبال. فوالا البنات هنايا راح تخلوه يزيد يكمل يطيب، يعني البنات حتى نشوفوا هاد الماء تاع البصل كامل نشف والبصل نتاعكم بدا يتكراميليزا. تماك البنات تقدروا تضيفوا الطوماطيش نتاعكم ولي زانغريديون اللي قعدوا. وهنايا البنات كيما راكم تشوفوا البصل نتاعي بدا يتكراميليزا وشرب لي كامل هذاك الماء اللي طلقوا في ليطاب الاولى. دونك هنا البنات واش ندير، نجيب الطوماطيش اللي كنت قطعتها بهذا الشكل نضيفها على البصل نتاعي وراح نضيف كامل واش قعد. بالنسبه لبنات الطوماطيش نتاعي انا فضلت نقطعها بهذا الشكل، ما حبيتش نحطها في لا ماشين مانويل هكذا باش ما توليليش يعني رقيقه بزاف وما تبانليش في الكوكا تاعي. بالنسبه للبنات الطوماطيش أنا درت
3 حبيبات يكونوا متوسطين، يعني ما كترتش بزاف. اي بوغ لي زيبيس البنات راح ندير غير شويه فلفل اسود، راح ندير شويه راس الحانوت، الملح البنات درت مش راح نزيد نضيف، وراح ندير شويه تاع كركم. هذا مكان انا نحب بزاف الكركم، دونك درت غير شويه يعني قطره ماشي بزاف. وراح ندير البنات وريقه تاع رند، يعني انا الوريقه تاعي كبيره الله يبارك، اللي عندهم وريقات صغار تقدروا ديروا زوج صغار مع شويه تاع زعتره، راح تمد لكم واحد البنه يعني ما شاء الله. وهنايا البنات تقدروا تزيدوا شويه فلفل احمر، تقدروا ديروا بارد ولا الحار كيما تحبوا نتوما، انا مالوغوزمون متوفرش عندي. وزيدوا البنات ضيفوا لها طوماطيش كونسونطري، انا درت مغرفه ونص تاع لاصوب يعني كبيره تاع طوماطيش كونسونطري، وراح نزيد لها شويه تاع هريسه. هذه الهريسه البنات اختياريه، يعني اللي حبت تدير الهريسه دير، اللي ما حبتش دير تستغنى عليها نورمال. وراح نزيد نخليهم يطيبوا حتى تكراميلزا كامل الشكشوكه تاعي. وهنايا البنات تعمدت نصور لكم هذا المقطع باش تشوفوا التكتوكه كيفاش راح تولي كي تخلوها طيب يعني براحتها، ما تزربوش عليها، باسكو لو كان تزربوا عليها مش راح تطيب لكم ومش راح تحصلوا على الكوكا تاعكم بنينه، خاصه اذا زربتوها على البصل نتاعكم. دونك هنا البنات كيما راكم تشوفوا الطوماطيش نتاعي دبالت تخي بيان، والتكتوكه تاعي شربت لي كامل هذاك الماء اللي طلقاتو الطوماطيش هكذاك، وراح نزيد نخليها شويه حتى تنشف كامل، باسكو الكوكا البنات ما تسحقش كامل هذاك الماء اللي يكون في التكتوكه، سينو تخسر لكم الكوكا تاعكم. هنايا البنات مور ما طابت لي التكتوكه تاعي وخليتها تبرد تخي بيان، يعني ما طيبوهاش البنات، يعني ما تحطوهاش بليتو فوق لاباط تاعكم الا وهي بارده. دونك البنات موراها رحت جبت لاباط نتاعي اللي كانت في الكونجيلاتور، يعني قعدت حوالي ساعه هكذاك، كيما راكم تشوفوا لي تراس مازالهم فيها، راح نبدا نخدم فيها، يعني راح نبدا نفتح في لاباط نتاعي. دائما البنات استعينوا بالفرينه هكذا باش ما تلصق لكمش في البلان دو طرافاي تاعكم. وهنايا البنات كيما راكم تشوفوا مور ما حليت لاباط نتاعي، يعني حلوها على حساب المول تاعكم اولا البلاطو تاعكم اللي راح تستخدموا فيه. كيما انا هذا البلاطو الله يبارك راهو كبير بالبزاف، جاب لي البنات 16 حبه والله يبارك كل حبه كبيره، يعني تعمر العين. هنا البنات كي تحطوا لاباط نتاعكم في البلاطو ما ديروا حتى حاجه، لا زيت لا زبده لا والو، كيما على بالكم باللي العجينه راهي فيها الزبده وفيها الزيت. كملاحظة صغيرة البنات ضروري أنكم تديروها، أنكم تشعلوا الفرن تاعكم على درجة حرارة 200 قبل ما تحطوا الكوكا تاعكم الطيب. بالنسبة للبنات الحشو تاع الكوكا أنا فضلت ندير غير تشكشوكة، كيما تقدروا نتوما البنات تضيفوا واش تحبوا، طون ولا الفرomاج ولا واش حبيتوا ضيفوا، يعني هذه حاجة اختيارية. هنا حبيت نوري لكم بلي تشكشوكة الله يبارك يعني قعدت لي، ميم لاباط فيلو البنات قعدت لي، راح نوري لكم شحال قعدت. تقدروا يعني ديروا ميم دي سوفلي هكذا بلاباط فايتي راح يجوكم بزاف هايلين كيما أنا درت.
كملاحظة صغيرة البنات برك حبيت نمدها لكم باش ما تطيحوش في الغلطة. لاباط فيتي تاعكم قبل ما تعاودوا تخدموا بها حطوها في الكونجيلاتور. راني نهدر على لاباط فيتي اللي تنحوها من لي كوتي تاع البلاطو ويتو، هذيك لازم البنات تعاودوا تطموها وتحطوها في الكونجيلاتور باش تعاودوا تخدموا بها هكذا باش تمدلكم النتيجة مرضية. فوالا هنا البنات مور ما كملت وجدت البلاطو تاعي راح ندهنو غير بشويه تاع صفار بيض، صفار بيض ماشي بيضه كامله، صفار بيض مع شويه تاع نسكافي اللي متوفره عندها اولا القهوه مع شويه تاع حليب، يعني باش تمدلكم كولور شابه بالبزاف من فوق. مور ما قسمتهم البنات غير من الفوق برك، ما يعني ما تهبطوش حتى لتحت. ودرت الحبيبات تاع الزيتون تاعي كيما راكم تشوفوا. حطوا البلاطو تاعكم البنات في الفور اللي يكون سخون بالبزاف، قلت لكم سخنوه قبل بنص ساعه. وهذه هي البنات النتيجه تاع الكوكا تاعنا، جات بزاف بنينه، شهيتكم كامل في الجنه. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومونتير هكذا باش تزيدوا تشجعوني. ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في روحتيكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.